هات الشباب اللي كانوا موجودين معانا دول. سيادتك برضه الفرش بتاع احنا معانا فيه يبقى فيه فرش بسيط زي اللي كان فعلا موجود عند اهلنا في البيت ايام زمان. يعني سيادتك الكنبه الاسطنبولي ده او الاسيوطي ده سيادتك ده اللي كان موجود فعلا، اللي كان موجود عند اجدادنا واهالينا في الريف. ما احنا مش هنفرش الحاجه، احنا بس انا بسالكم انتوا لان احنا ما جاتش فرصه ان احنا نوري الحاجه دي لحد الا النهارده، عشان كده بسالك. لا هي حضرتك مناسبه جدا، يعني الكنب فتحه المضيافه من بره عندنا في الريف حضرتك لازم تبقى بره البيت عشان ما يجرحش البيت، بيبقى الباب من بره. عارف. ايوه اتفضل. فالتصميم مطابق بالظبط للمكان ما يزيدش ولا لا هو سيادتك احنا بس هنعمل تعديل بسيط قوي. احنا طالما فصلنا يا فندم عملنا مضيافه من خارج البيت، فاحنا سيادتك الصاله كنا قاسمينها جزئين. حضرتك هتشوف دلوقتي جزء يا فندم حاطين فيه معيشه او سفره، وجزء ثاني سيادتك عاملينه كده لوبي او طرقه بسيطه صاله توزيع قدام اوضه النوم عشان ما تجرحهاش. فطالما حضرتك احنا فتحنا شباك من الباب من الخارج مباشره من المضيافه، فاحنا يا فندم هنشيل الخطوه ده. سيادتك هتشوف دلوقتي هنوسع الصاله كويسه، وهي 100 متر يا فندم كافيه. واحنا عاملين سيادتك دور ثاني للي عايز ياخد دور ثاني. عم سيد مثلا عنده ربنا يخلي له 4 اولاد ومنهم 2 عرايس كبار يعني ما شاء الله. فاللي هتتجوز فيهم او اللي هتجوز دايما احنا فندم في الريف كده بنحب نبقى موجودين. بس احنا لازم نعمل عم سيد حاجه. وعم سيد فندم من اول الناس اللي اشتغلوا معانا. لازم نديله حاجه يعني. هو فندم من اول الناس اللي اشتغلت معانا فعلا سيادتك في الاراضي بتاعتنا في الاستصلاح، وان شاء الله سيادتك صدقت ان هو يتملك البيت ده. بس شوف بقى ينفع لنا ايه فيه. ادفع عمري. عملنا له يا فندم حوش سماوي. سيادتك هتشوفه دلوقتي في سيادتك كل الحيوانات والطيور اللي ممكن الفلاح. طب انا هسالك سؤال، انت تفضل او يعني انا عارف ده سؤال اللي يمكن احنا لسه هنخلي في تربيه يعني جوه البيت. دخل البيت. انا الكلام ده اتعرض عليا وانا قلت حاضر، لما قالوا لي قلت لهم ماشي. بس انا بسالك هل ما ينفعش ان احنا نقول ان احنا نعمل حاجه مجمعه بره؟ ما اعرفش ازاي. هو في حاجات مهمه عادي تبقى في البيت، خاصه الطيور مهم جدا تبقى في البيت ابعد، يعني ما ينفعش تبقى بعيد. الزريبه تبقى بره بعيد. انما الزريبه اللي ممكن تبقى بره ما فيهاش مشكله، تجمع في مكان. كبار المستثمرين يا فندم ممكن سيادتك يعمل مشروع تربيه مواشي وتسمين، ممكن يعمل مشروع تربيه دواجن، مشاريع كبيره. ولكن سيادتك صغار الملاك والفلاحين البسطاء احنا يا فندم بقى سيادتك نستهدف في الريف المصري الجديد بقى العيشه الحضاريه في بيت حضاري فيه ميه وفيه كهرباء وفيه صرف، ما كانش موجود عند اجدادنا ولا ابائنا. ولكن يبقى معاه حوش يربي فيه سيادتك هو الطيور اللي لازماه، محتاج فرخه، محتاج بيضه، محتاج شويه لبن، محتاج حاجه، فيبقى موجوده سيادتك. برضه سيادتك الفرن عملنا له فرن سيادتك موجود بحيث ان هو يخبز